عملاء الوكيل في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مروه من شركه الوكيل كوزماتكس. النهارده فيديو جديد مختلف تماما عن اي فيديو انا قدمته لكم، بس قبل ما ابدا الفيديو معاكم ما تنسوش اللايك والشير. النهارده هكلمكم عن منتج او حاجه كده مهمه لكل الناس، سواء راجل او ست او اي حد بيعاني من مشكله الشعر الابيض بدري. هقول لكم النهارده ازاي نستخدم ماسك انا بسميه السحر. ماسك بيعالج كل مشاكل الشعر الابيض من مره واحده. ناس كتير بتشتكي من ان شعرها ابيض، بقيت اشوف شباب وبنات في سن ال20 فعلا بيكون شعرهم ابيض بسبب ان عندهم جين وراثي فعلا بيخلي شعرهم ابيض. طب هيعملوا ايه او هيحلوا المشكله دي ازاي؟ هنستخدم صبغات. طب مشاكل الصبغه كتير، منها التقطيم والتقصيف والتساقط، ولان الصبغه لازم يتضاف عليها اكسجين وامونيا، فلو شعرك النهارده فيه شعرتين ابيض مع استخدام الصبغه شعرك كله هيتحول لابيض، لان انت بتعملي اكسديشن عالي جدا في مظله الشعرايه، فبالتالي الشعر كله بيتحول للون الابيض. يعني استخدام الصبغه هيزود الشعر الابيض، غير مشاكل الشعر زي التقطيم والتقصيف اللي هيخليني اتعالج مع دكاتره كتير، وده بس عشان انا مضطره استخدم الصبغه. طيب هنستخدم منتج سوبر سيكريت، المنتج اللي هيغنينا تماما عن استخدام اي صبغه، وكمان هيعالج مشاكل الشعر وهيعالج مشكله التساقط، لانه غني بماده الكافيين اللي بتنشط الدوره الدمويه، وغني بمجموعه زيوت زي زيت الخروع زيت الزيتون. يعني انت كده عالجتي كل مشاكل شعرك مره واحده. ونيجي بقى النهارده للبرنس في الماسك ده اللي هو الحديد، اكسيد الحديدوز، اللي هو بيغير لون شعرك للون الغامق اللي هو اصلا لون الحديد. تخيلي كده وانت بتاكلي رمان وبعد ما بتاكليه وبتفرطيه ايدك اتحولت للون الغامق، ده ايه؟ ده لون الحديد اللي موجود في منتجنا النهارده. وبرده زي لما تجيبي تفاحه وتقسميها 2 وتسيبيها في الهواء، بتلاحظي ان اللون الابيض اللي موجود في التفاحه اتحول للون براون او دارك براون، هو ده لون الحديد اللي موجود في الماسك بتاعنا النهارده. وده نفس اللي هنعمله النهارده في الماسك بتاعنا، هنحطه على الشعر ونسيبه في الهواء او نعرضه لهواء السشوار علشان نحول الاكسجين ونخليه يتاكسد على الشعرايه ويتحول الشعر الابيض للشعر الغامق، وده نفس اللون اللي احنا بنشوفه في لون التفاحه. يبقى الميزه النهارده في الماسك بتاعنا هو الحديد اللي هيتحط على الشعر ويأكسد ويحول الشعر الابيض اللي موجود في المظله الى اللون الغامق. يعني انا هلون الشعر الابيض من غير اكسجين او امونيا، وهخلي الشعر كمان يكون قوي وهرطبه وهقويه. يبقى انا كده استخدمت بديل امن للصبغه وعالجت مشاكل شعري وقويته. بجد يا جماعه الماسك ده لازم يتقال عليه الساحر. تعالوا بينا بقى نجربه ونشوف استخدامه ازاي. النهارده معانا حاله شعر جراي ابيض متاكسد تماما. هنبتدي نشوف هنطبق منتج سوبر سيكريت ازاي. التطبيق سهل جدا، ممكن اي حد يقدر يطبقه في البيت. هنبتدي ننزل كميه مناسبه على الفرشه ونبدا نوزعها على الشعر. زي ما احنا ملاحظين الشعر بدأ يتأكسد فوريا لأنه متعرض للهواء، وطبعا كل ما نسيبه وقت أطول يبدأ يتأكسد ويدينا اللون الغامق اللي هو لون الشعر. طبعا ميزة منتجنا انه مش بيبقع فروة الراس، يعني التطبيق بتاعه احترافي جدا وسهل جدا. عايزة اقول لكم ان ريحة الكريم خطيرة جدا يا جماعة. ببدأ اكفر الشعر كله زي ما انتم شايفين مع بعض الفرق بين اللون الجراي واللون البني لانه اتأكسد وتعرض للهواء. طبعا الحالة اللي معانا دي اول مرة تطبق منتج سوبر سيكريت. بعد ما نخلص بنسيب المنتج 2 3 ساعات بالكتير وبعدين نبدأ نغسل. وممكن كمان اسرع الوقت ان انا اعرض الشعر للاستشوار علشان الحديد يبدأ يتأكسد بسرعة. وزي ما انتم شايفين اجزاء كتير من الشعر بدأت تتحول للون الغامق. ودلوقتي هقول لكم طريقه المنتج ازاي تقدروا تستخدموه. هنستخدم المنتج اول اسبوع 3 مرات، تاني اسبوع مرتين، تالت اسبوع مره واحده، وبعد كده نستخدم المنتج كل 15 يوم، او نقدر نحط المنتج على الروتس اللي هتطلع. اللي بيسالوني بيقولوا لي المنتج ده فيه منه الوان، هقول لكم لا طبعا مفيش منه الوان، لا فيش منه لا اصفر ولا احمر ولا اخضر. المنتج ده علاج للشعر الابيض. وعايزه اقول لكم ان انتوا اللي محتاجه شعرها يكون بالشعر البني تقدر تسيب الماسك على الشعر 2 ساعات، اللي محتاج يكون شعره غامق اسود يسيب الشعر 3 ساعات. ودلوقتي بعد ما سيبنا الماسك 3 ساعات على الشعر هنغسل الشعر ونرجع لكم عشان نشوف النتيجه النهائيه.
ودلوقتي رجعنا لكم بعد ما غسلنا الشعر وسيبنا الماسك على الشعر 3 ساعات، وزي ما انتم شايفين النتيجه مش محتاجه كلام. الماسك حول الشعر من اللون الابيض الرمادي الى لون الطبيعي. وعايزه اقول لكم ان سعر المنتج في متناول الجميع، ويا ريت يكون الكل استفاد من طريقه التطبيق. طريقه التطبيق سهله جدا والكل يقدر يستخدم التطبيق في البيت، وبكده نكون حلينا مشكله الشعر الابيض بدون استخدام صبغات نهائيا. ودلوقتي هسيبكم تسمعوا راي العميل في ماسك سوبر سيكريت. دايما كان نفسي الاقي حل للشعر الابيض، وجربت منتجات كتير اغلبهم كانوا صبغات، ولما لقيت منتج السوبر سيكريت كنت متحمس جدا انا اجربه. بعد ما سمعت التجربه حد قريب للمنتج من شركه الوكيل كوزماتيك وعجبني نتيجته، قررت اجربه. بصراحه بشكرك يا استاذه مروه، وبشكر شركه الوكيل على المنتج ده وعلى النتيجه ديت. بشكرك جدا يا فندم في ثقتك فينا وتعاملك مع شركه الوكيل كوزماتكس. وفي نهايه الفيديو بشكرك جدا، وعايزه اقول لكم ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في حلقه جديده على خير.